عزيزي الاكيل في كل مكان وفي كل انحاء جمهوريه مصر العربيه، ازيك عامل ايه؟ وحشتنا من الحلقه اللي فاتت. التحدي المره دي هيبقى حاجه جديده، سوشي. وطبعا التحدي هيبقى اغرب لان انا يا عزيزي انا والبرنس اول مره نجرب السوشي. بس احب افكرك يا عزيزي بالحلقه اللي فاتت اللي كان فيها فطير فتوح راس البر للناس اللي بتحب الفطير، وكان فيه شويه حاجات حلمنتيزي، سندوتشات وكريبات، وكانت مليانه على الاخر. ما تنسوش يا شباب تخشوا على صفحه الفيسبوك بتاعتنا، هتلاقوا اللينك بتاعها هنا، صفحه الانستجرام هتلاقوا اللينك بتاعها هنا، واهم حاجه الهاشتاج ودي زوبه زق يا عزيزي. معلش هي عربيه 128 قديمه حبتين، فعايزين بقى الشباب القويه الاكيه والبنات حبايبنا اللي بيحبوا الافتكاسات الجديده واللي بيكتبوا لنا في الكومنتات بتاعه الفيديوهات يزقوا معانا نوصل لاكبر عدد من الناس اللي بتحب الريفيوهات وتحديات الاكل. يلا بينا بقى يا معلم نشوف المطعم. احنا ما قلناش المطعم، السوشي اللي احنا جبنا منه. يلا بينا. هوبا فيوجن سوشي كرافت. ده مطعم الى حد علمنا يا عزيزي، بما اننا مش اكسبرتا في السوشي، يعني مفروض ان هو متوسط او شغال. لسه بقى دلوقتي احنا هندوق ونشوف ايه الكلام وهنحكم. تعالى بقى نشوف احنا جبنا ايه يا عزيزي، وفي نفس الوقت هيبقى في تحدي تمام ما بيني وما بين البرنس، واحنا كده ايه بندوق وبنمزمز. طبعا زي ما انت شايف عزيزي المشاهد جايين حاجات حلمنتيسي جايه مع السوشي اللي احنا طلبناه. طبعا احنا مش عارفين ايه الحاجات دي، حاجات بينك وحاجات اورنج وحاجات سودا. خلي بالك، فاحنا هنكتشف مع بعض. وطبعا اللي بيتفرج علينا ويلاقينا بنغلط في حاجه اكتب لنا في الكومنتات على طول ما هذا الشيء. انا لقيت نسيت حاجه تانية، في حاجه سودا تانية اهي. المهم يا عزيزي ان في اوفر جامد، هو ده الاوفر اللي احنا جبناه، عباره عن 24 بيس ميكس، والاوفر ده ثمنه 300 جنيه. فاحنا كنا شايفين ان هي حاجه حلوه، خصوصا ان احنا ما جربناش ومش هنبقى عارفين يعني مخمنين قوي ايه الحاجه اللي احنا بندوقها. بجانب الكلام ده جبنا شوربه طبعا سي فود كلنا عارفينها، كريمي، يا رب تكون طعمها حلو. هنقول لك سعرها لما نيجي نجربها. لما نيجي نجرب طبعا دي بقى ايه تركن على جنب. احنا مشتكنات. تعالى بقى ايه هنلعب ايه لحد المره دي هيبقى ايه، قول واعمل كالعاده. فاللي هيحصل يا عزيزي ان احنا هنفتح الاوفر وهنبتدي ندوق بيس، وهنقول لكم بقى ايه اللي جاي بكميات عامله ازاي والطعم عامل ازاي، وفي نفس الوقت هيبقى التحدي بتاع قول واعمل. واللي اتفرج علينا قبل كده عارف ان بتبقى اسئله، واللي بيقدر يعمل التحدي بتاع الكارت سواء كان قول او اعمل بياخد نقطه، وفي الاخر اكتر واحد جايب نقط بيبقى هو يا معلم الايه اللي كسبان. واحد سوشي على الفاخر يا عزيزي لمحب السوشي والبشوات اللي بيدوقوا وبيمزمزوا. زي ما انت شايف شكله مغري جدا يا عزيزي، وكميه يعني في المعقول. يلا بينا بقى ندوس ونشوف ايه الكلام. طبعا يا عزيزي مفروض السوشي بيتاكل بالايه، بالشوب 6. شايفهم دول؟ احنا بقى ايه اهوبا هنرميهم كده وهنجيب شوك عشان احنا لسه بنتعلم. تعالى بقى يا معلم نبتدي باول حاجه. طبعا في صوصات يمين للشمال ولا بالشمال لليمين عشان بس اعرف اقرا، ولا هو الصيني بيتم بالعرض؟ اللي بيتهيألي الياباني عامل زي الانجليش. تعالى من الشمال لليمين. بس تعالى ايه نفتح الحاجات دي. ده فيه وصابي، ده نعرف اسمع ان الوصابي ده موحوح. لا مالناش دعوه. خليه على جنب ده. ايوه هو ده شباب بقى الناس الايه الاكسبرتا تقول لنا في حاجه بينك والاورنج ده مش عارفين ايه، لسه هنعرف من الفليفر. وطبعا في ناس بتحب السوشي وفي ناس ما بتحبوش، دي اذواق. يعني هنجرب ونشوف. فاحنا ايه يا اما يطلع جامد وهنجيبه تاني، يا اما هيطلع في الفكسان مش هناكل السوشي ده بتاتا تاني خالص. تعالى بقى نبتدي من هنا نشوف ايه ده. اول حاجه عزيزي دي تقريبا الكاليفورنيا، طعم الرز شغال وعليها ده تقريبا سلمون. ايه رايك؟ بركه البركه وعليها حبه بركه وفي خيار في النص، يعني في عليها حبه خضار. يعني دي اول تجربه شغاله بالنسبه لك. شغال. انا بالنسبه لي عندي بس حاجه واحده، انا مش فاهم هو ايه ده بس مش اكتر. بس في نفس الوقت احنا مش بنهاجم الناس اللي بتحب تاكله عشان الناس تبقى عارفه. دي يا كماحه دي اسواق يا كماحه، كل واحد له ذوق وذوق. يلا اللي بعده ده بقى الناحيه الثانيه. بس انت اكيد بتاكل سمك، فده بالنسبه لك عامل ازاي؟ حلو ماشي الحال يعني شغال. يلا اسحب بقى قول واعمل. هتسحب قول ولا اعمل؟ انا هسحب اعمل. وانا هاخد انا اقول. قال لك قال لك غير الريسنت شيب ستيتيوس على الفيسبوك، خليها اتس كومبليكيت من عينيا الاثنين. طب امسك بقى يا معلم عشان ايه المصداقيه، مش هتهرب مننا يا معلم. خش على الموبايل اهو معاك في ايديك ويلا اهو الستيتس غيرها. اتيز اهو كومبليكيتد وتنزل سكرين شوت. قال لك كومبليكيتد دي يعني ايه؟
معقد. بص بقى يا عزيزي، انا بالنسبه لي بيقول لك ايه الحاجه اللي الطفل اللي جواك ما يصدقهاش عنك دلوقتي. احكي لنا بقى، قول لنا. هو في موقف حصل الطفل ساعتها ما صدقهاش وهو بيعملها. احنا في المدرسه يا عزيزي كان في واحد صاحبنا كبير فشخ، كان حجمه يعني بص اكبر من كل العيال، وطبعا بما انه حجمه كبير فكان معظم الاطفال تهابه، لحد ما في يوم حصل موقف في واحد صاحبنا صاحب الانشيخ اتخانق مع هذا الهلق العملاق وصارت ما بينهم خناقه. فطبعا العبد لله كان معروف عنه ان هو شخص مسالم ومالوش لا في التين ولا في الطحينه وبيقف جنب الحيطه. شاف صاحبنا ده ركبته عفريته، ازاي بقى تضرب صاحبي؟ فمعلم جريت ورحت خابط البرنس ده خبطه فطار هذا الكائن العملاق لحد ما خبط في الساريه بتاعه العلم. في لحظه من الصمت قصاد الجميع ان الناس مذهوله ومبهوره ازاي هذا الكائن اللي معروف عنه ان هو كيوت مسالم يعمل الكلام ده. وفي هذا اللحظه انا كنت نفسي متفاجئ لدرجه ان مدرس جابني كان معروف ساعتها بلقب شنب وطلعني للنظره اللي عمري في حياتي كنت شخص مشاغب ودخلت لها. فالطفل ساعتها اللي جوايا ما كانش مصدق ايه اللي بيحصل. هنا هو بقى نفتكر مقوله اتقي شر الحليم اذا غضب، ينطبق عليه. فكده احنا انا خدت 3 نقط وانت خدت 3 نقط. تمام، تعالى بقى ايه نخش في الحاجه الثانيه اللي موجوده معانا. تقريبا دي الفيلادلفيا، مسمينها كلها اسامي كاليفورنيا ستيتس في امريكا. ودي برضو تقريبا عامله زي الاولانيه بس الفرق ان معمول رز، وغير ان هي دي اطعم. الكاليفورنيا كانت مشطشطه شويه. دي تتاكل مع الصويا صوص تبقى تحفه. احنا عايزين نجرب الاختراعات دي، يعني انا عايز اجيب كده تقريبا دي حاجه مشطشطه احطها على الفيلادلفيا دي ونشوف كده في فرق. هو معظم السوشي طبعا معروف انه بيتعمل بالرز. هي حاجه شباب يعني مشطشطه، هي ادت فليفر. حلو ولا وحش عشان اجرب؟ لا اختراع جامد يعني، جرب تحطها وشوف كده ايه الفرق. مش عارف هو ليه ما بيطلعش معايا سليم. هو رز ومحطوط تقريبا جواه سلمون من جواه دب كده حاجه بسيطه، بس خد بالك عشان هو مشطشطه. الشطه بتاعته حلوه لذيذه مش وحشه، قريب قوي من سويت شيكن. جامد جدا. تعالى بقى ايه نرجع للتحدي السخن يا عزيزي. انا هقول قول وانت خد. تعالى بقى نعكس ونشوف انا المره دي هعمل ايه. طب ليه الفضايح بقى؟ قول بقى يا معلم، هتعمل اهني حكم نقول. اختار اللي تحت. احكي اخر خناقه مع اهلك. احكي لنا بقى يا معلم ايه اخر خناقه حصلت مع الحاج او الحاجه او معايا او حد من اخواتك. اخر خناقه كانت مع الحاج ده. احنا شكلنا كيوت بس فايست يعني، عارف انت احنا كيوت ونضارات والكلام ده بس ستيل ديابه يعني بنعض. اتخانق انا والحاج ده على المونتاج بتاع الحلقه اللي قبل اللي فاتت. هو عمال يقول لي ايه حط الحاجه يا عم ما ينفعش تتحط، يا عم مش هينفع تتحط، لا حط يا عم مش هينفع، لا حط. فاتخانقنا انا وهو وضربنا بعض. وكانت خناقه شديده ما بين الصابونه والليفه عشان تعرفوا ان في معاناه بتحصل شديده وراء الكواليس. خلف الكاميرات وخلف عشان توصل للنتيجه اللي انتوا شايفينها. طيب انا بقى دي بكام نقطه دي؟ 3 برضو بقيت 6 يعني. انا بقيت 6. طيب انا بقى اللي عندي بنقطتين بيقول لك اعمل اللي جنبك مساج. يا سلام. انا بقى هعمل لك، كان نفسي قوي استنى انا اعمل لك مساج شديد. مساج لا مساج لا ده كده مش مساج، ده كده تفعيص، ده كده قله ادب. مساج شديد جامد جدا عشان يعني تسمع الكلام بعد كده. لا ده كده قله ادب. مساج حضرتك شايفين المساج؟ عجبك المساج يا فندم؟ ما تعملوش تاني. حلو ده جميل ها. ما تعملوش تاني. اهم حاجه تكون اتبسطت معانا. عايزين نفرح ياض ونتبسط. ايوه نفرح ونتبسط. انا جاي ياض عشان نفرح ونبلي الشربات. تعال بقى يا عزيزي نشوف ده الصف اللي بعد. ده سكاي فول. عارف سكاي فول؟ لا سكاي فول دي اللي هي بتاع جيمس بوند. انا سمعت عنها. كان فيلم من افلام جيمس بوند. تعالى بقى نشوف السكاي فول ده قصته ايه. يا بينا. وايه نجرب بقى الحاجات التانية. في حاجه هنا بينك انا مش عارف ده بصل تقريبا. والله يا عزيزي ما اعرفش. نيجي ايه حاطين كده ونشوف مع بعضيه. انا بقى هجرب الايه دي. جربها في الايه في الصويا صوص. دي غالب عليها طعم التونه اكتر. ايه رايك؟ حاسس ان السكاي فول دي طعمها جامد. ويمكن انا مش عارف البتاع ده، مش عارف اسمه ايه. البتاع البنك هنسميه البتاع البنك. الحنكوش حطيته على السكاي فول خلى طعمه بصراحه ايه تحفه بصراحه. تحفه. ممكن افك من حته. اضرب يا معلم اضرب في سخطك يا برنس. نعمل ايه بقى؟ نسقسق في الايه. ايوه خليها كده تعوم هنا شويه نطلعها. استنى دي فتحت ايه. او بيقولوا عليه الدراي اللي جاي بقى فراي. قرار ندمان عليه. وايه هو يعني لازم ننشر غسلنا
علينا الوسخ لازم يعني كان انا ندمان عليه يا عزيزي هو في الثانويه العامه ان انا دخلت علم رياضه. تبقى انت مجنون لو انت قررت ان انت تطلع زي حالتي كده مهندس يقعد يقول لك بقى كليات القمه هندسه وطب ويعني بتطلع في الاخر يا عزيزي معقد. اول مصحف حاجه بص هتاخد 5 سنين ولو دخلت كمان طب هتلبس 8 سنين يا عزيزي بالعرض. فانت خدها كده من قصيرها وخليك في السهل، خليك في البسيط في السمبل يا معلم. كنت دخلت برنس ادبي وطلعت تجاره ولا اي حاجه ولا دخلت فنون جميله كانت الدنيا هتبقى في السكالا وفي الاخر هبقى خريج فنون جميله وابقى شغال اركتكتشر برضه فاهم. لا ايه لازمته تعب بقى ووجع الدماغ. فده ممكن يبقى قرار وندمان عليه. وده ب3 نقط. فالحكم ده عزيزي ب3 نقط. فانا كده بقيت 8. انت بقى حكمك ايه؟ انا حكمي ب2 حلوين. بوست سيلفي لغداك وسيبها لحد اخر اللعب. ايوه يا معلم بسيطه. هات ادي معانا الموبايل وهنيجي عاملين كده الصوره الجميله سيلفي لغداك وهنيجي عاملين كده دلع السوشي اهو. انا اجيب انا السوشي انا وتاخد اهو اعمل كده. سيب هنحطها بقى ايه بوست على الانستجرام الناس تخش تشوف تتابعنا عليه وتشوف الصوره. المفروض بقى ان اللي جايه دي هي الكريسبي شريمب. المفروض بقى ان الموضوع بقى ايه في جمبري. بس انا اكتر صوص عجبني هو البلاك صوص ده. طبعا احنا ايه مش عارفين الاسامي فبندي بالالوان يعني. وهو كمان يا عزيزي تحس ان هو مسكر شويه بيفكرك بالعسل الاسود. بس هي بامانه تجربه يعني جامده وحلوه. لو انت كنت زي حالاتنا ما جربت السوشي قبل كده فليفرز مختلفه نكهات كمان جديده وسعر والكميه جامده جدا يعني. طبعا زي ما انت شايف في دبس كتير تقعد بقى ايه تجرب فيه تلعب بقى براحتك. طب لحد دلوقتي انت اكتر حاجه كانت جنبك ايه؟ اكتر حاجه عجباني اللي هي السكاي فول. نرجع يا عزيزي. انا هاخد انا كارت اقول وهو ياخد كارت يعني. خد بقى بس نفكر الناس احنا لحد دلوقتي 8 نقط 8 نقط يعني احنا متعادلين. انا هختار 3 حلو 8 كده. هختار تقول بس شوف الحكم هتعرف تعمله كل الاول. واحد بيفكرك بحيوان ايه. مفيش الا انا. طبعا محمد مفيش غير الكوالا. انا الكوالا بحب اكل ياكل وينام. باكل العشب تلاقيني على طول اكل وانام اكل وانام. احلى حاجه حاجتين اكتر حاجتين في الحياه لا تعين الاكل والنوم بس. مفيش حاجه اجمل من كده. انا معلم بقى بيقول لك ايه ده الحكم ده بكام ب3. ده انت كده انت بقيت 11 يعني. انا بقى بالنسبه لي بيقول لك قول الحروف الابجديه بالعكس. ي وبعد كده انا ممكن الف ب ت. بص هقول لك على حاجه انا هقولهم وانت هكسب في المونتاج. انت كده ما عرفتش تعملها كده انت غلطت. مش كده انت خسرت. مش هتسيبنا اخم يعني مش عارف اخم يعني. كده يا عزيزي سكور بقى 8 ليا 11 للبرنس والفرق بقى 3 نقط وشكله ابتدى يكسب. نرجع بقى للحبشتكنات بتاعتنا. معظم السوشي زي ما انت شايف عباره عن رز ومحطوط جواه سمك. بقول لك سمك ني جواه يا اما سلمون يا اما جمبري يا اما تونه. طبعا انت لما بتحط بقى عليه صوص من الصوص دي بيديه نكهه يعني ايه سيكه كده هبابه. ايه الكلام في فرق ولا ايه؟ ستيل اكتر حاجه عجباك برضو السكاي فول. مفيش حد بلا منازع. مفيش حد اكتسح. مفيش حد كسر المنافسه. محدش اتحرك سنتي. بس بصراحه يا شباب جوده السوشي يعني انا كنت متخيل انها كانت هتبقى تعبانه يعني. السوشي معمول كويس يا سيدي. ماشي انا هختار قول برضو. انا هختار اعمل. بيقول لك تاريخ عمرك ما هتنساه وليه 2011. بس 2011 دي اول سنه انا اشتغل فيها. فدي ده تاريخ عمري ما هنساه. لان طبعا يا عزيزي دي اللحظه التاريخيه اللي هتكتشف فيها على حسب بقى انت كنت لسه في الكليه او في ثانويه عامه ولسه هتخش بقى على الحياه زي ما بيقولوا. هي دي بقى عنق الزجاجه اللي بتكتشف بقى فيها ان اللي فات ده حماده واللي جاي بقى ده حماده تاني خالص. التاريخ ده بالنسبه لي هو التاريخ اللي عمري ما هنساه. ده 3 نقط يعني انا كده بقيت 11. انا بقى بالنسبه لي جالي 2 نقطتين اللي هاخدهم. تعامل على انك اجنبي لحد الدور اللي جاي. فانت فكر نفسك ايه يعني. احنا هنكمل كده انا هتكلم كده واحنا هنكمل بقيه كده فيها خواجه. انا كده خواجه. انت كده خواجه. انا كده خواجه بس خواجه يني كده انت يعني بقيت 13 بنقطتين وانا بقيت 11 يعني الفرق ما بيننا بقى نقطتين. تعالى بقى نشوف اخر حاجه معانا دي ايه في السوشي. لسه معانا حاجه تانية تقريبا بقى. ده الكراب ده تقريبا الحاجه الوحيده اللي فيهم كلهم اللي ما فيهاش رز ومش عارف ايه ده بصراحه. شكله غريب ومختلف عن بقيه الاصناف. تقريبا هو ده الهوت ليمون. بس في طبقه بريدنج معموله مخليه محتاج الصوص اللي هو بتاع الحر ده عشان تاكله وتستمتع. طعمه لوحديه صعب. لازم تحطه في ديبنج او حاجه. حاسه تقيل سيكا من الباقي صح. طعمه تقيل سيكا تقريبا مش عارف ده هو رز وفعلا ايه. بس اجمدهم بالصوص. انت لما غمستهم في الصوص حسيت بطعم جميل كده مدي نكهه. طبعا دي الفليفرز اللي جات لنا في الميكس. ده بيبقى ميكس
زي ما انت شايف هو 24 بيس، كان فيه 6 اصناف تقريبا، وكل صنف فيه منه 4 قطع. كانوا شغالين بصراحه، يعني ممكن ندي الاوفر ده على بعضيه بسعر بالجوده بكل حاجه 8 من 10 حلو يعني، تجربه لذيذه. لو انت ما جربتش السوشي قبل كده هتبقى بالنسبه لك حاجه لذيذه. بس طبعا انت بقى لو خبير في السوشي دي ممكن تبقى بالنسبه لك قصه ثانيه خالص. تعالى قبل ما نخش في الشربو السخنون ونشوف اللي لعبوه. انا عملت اقول كذا مره، تعالى بقى ايه نبدل كده. انا عرفت احول ايه، انا سحبت دي وانا هحول بقى باذن الله. يقول لك ايه، اعتراف كان نفسك تعترفه لحد علشان تستريح. جيلتي بليجر. الحمد لله مسالم ومش مش شايل لاي حد اي ضغيط. لا مفيش اي حاجه، مفيش الكلام ده. لا يا اسطى مفيش الكلام ده، تقول يا اما مش هتاخد نقط. لا اصل الاعترافات كتيره. ايوه يبقى تعترف، يا اما مش عايز تاخد نقط. لا انا هعترف امري لله. اعترف بقى، قول. ان انا زمان كان بابا دايما بيركن العربيه في مكان تحت البيت، وكان دايما يركنها في مكان معين يعني. فانا نزلت من ورا وسوقت العربيه وطلعت بيها ولفيت وعملت المشوار اللي كان مطلوب مني ورجعت ركنتها مكانها، بس للاسف مش في نفس الحته اللي بابا مركنها، في حته تانية. بسطت فسديت على خط مكانه. اتقفشت. وانا قلت ايه، انا كده مش هتقفش. فطلعت. فشويه لقيت حد بيخبط على الباب، فبيقول له حضرتك راكن عربيتك ورايا. بابا قال ايه ده، انا ازاي؟ خد المفتاح العربيه ونزل، لا ما كنا مش مكان. وعرف ساعتها ان فطلع بيقول لي مين فيكو يا كلاب؟ مين فيكو يا كلاب اللي كان الجبنه؟ ايه اللي حرك العربيه؟ وعمل بقى ساعتها فيك ايه؟ عمل فيها الجلاشه طبعا. عمل فيك اللي ما يتعملش. بقول لك ايه يا هيما، انا شكلي هعمل معاك الجلاشه. رقه كوريك ورقه كماشه. عمل فيها الجلاشه، دي حاجه طبيعيه. دي بكامل، ده بكامل. دي ب3 نقط. طيب انا بالنسبه لي بيقول لك الف شعر تستخدم فيه كلمه برتقال وموز. عزيزتي يا سلام. كلما رأيتك من بعيد ذكرتيني بجمال البرتقال في الشتاء البرد. كلما تذوقت البرتقالة تشفيت من كل برد. عزيزتي ساقك الموز. يا سلام. ما تبوظش بقى الشعر بقى. سيبنا نشعر. ادينا ساقك كساق الموز، يعني رشيقة أوي يا موزة، مفيش بعد كده. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي يعني ايه حلو الشعر الحلمنتيجي ده. 100. فكده النهارده هاخد برضو 3 نقط. طب عزيزي ده كده كان السوشي. تعالى بقى نشوف الشوربه اللي احنا جبناها دي. مفروض الكريمي تمام، شوربه بتاعه الجمبري والسي فود. طبعا سي فود يعني مفروض فيه كاليماري وتفر بقى، كل مطعم بيعملها بطريقه شكل. والسوب دي يا عزيزي مفروض ثمنها 90 جنيه. اول حاجه تقريبا نصها بس اللي مليان او 3/4 بس قشطه يعني، فاهم. تعالى بقى عزيزي نخش في الشوربه قبل ما تبرد. طبعا هي جايه بقى لها فتره، واكيد زمانها يعني ايه ما بقتش شوربو سخنو، اكيد بقت شوربو بردو. فاحنا تعالى نشوف. والمحبي الشوربه عندك واحد شوربه كريمي جريمبز وسي فود. زي ما انت شايف الجريمبز عايم على وش الميه اهو. تعالى بقى ايه نغطس غطوسه ونشوف ايه الكلام. قلب لعل وعسى يبقى ايه تعرف تصطاد. طبعا اول مره اهو ضربت الضربه تمام، طلع معايا جريمبز. تعالى بقى نشوف ايه الطعم. الحمد لله. عزيزي المشاهد احب اطمنك ان الشوربه لسه سخنه، بس اهم حاجه انه يكون في حاجات تانية في الشوربه احنا مش عايزينها ايه. هي مفيش غير كاليماري وجمبري. ابتدى بقى يا معلم السبيتي بان. دي من الشرب المهمه جدا يا عزيزي والمفيده في نفس ايه؟ نفس ذات اللحظه. بس ايه رايك؟ لا حلوه بصراحه. فاخر من الاخر ولا في الفكاتين؟ لا ولا فاخر بالاخر طبعا. هي الشوربه يا عزيزي بصراحه حلوه وكريمي، بس يعني السي فود برضه مش ايه، كنت متخيل ان انا ممكن الاقي الخلول جوه بتاع، فاهم. فهي مفيش فرايرتي قوي، يعني مفيش تنوع قوي في الايه، في السي فود اللي موجود جوه الشوربه. بعد كده احنا شكلنا اصطدنا كل الجمبري والسبيت واللبيت، واخد لي بالك اللي كان جوه ايه الشوربه. بس هي كريمي يعني طعمها مظبوط ولذيذه يعني تكيفك. وزي ما انت شايف يا عزيزي الشوربه اتنسفت نسيف وكانت جامده جدا. ويمكن الشوربه يا عزيزي عجبتني كمان اكتر من السوشي بصراحه، تاخد بجداره 9 من 10. وان كان يعني سعرها غالي حبتين، بس هو للاسف الاسعار دلوقتي طبعا بعد ما الدنيا ضربت دي الاسعار اللي بقت موجوده. تقييم بقى المطعم يا عزيزي بصراحه الحاجه جت بسرعه، يعني ممكن يكون طبعا كسوشي واخد وقت اكتر من عادي. يعني معظم المطاعم بتجيب
الاوردر في 45 دقيقه، هم مثلا قعدوا بتاع 60 دقيقه يعني تقريبا ساعه، لكن جوده الاكل شغاله. السعر برضو الاوفر كان جامد جدا بصراحه، وخصوصا احنا زي ما قلنا لكم اول مره نجرب سوشي، فكانت تجربه لذيذه بالنسبه لنا. المطعم يستاهل يعني بامانه 7 من 10، حلو جدا عليه، كانت تجربه لذيذه. لو انت حابب تجرب السوشي لاول مره ما تنساش يا عزيزي لو انت جديد معانا تعمل سبسكرايب وتفعل زر نوتيفيكيشن وتتابع معانا كل جديد. هتلاقي تحديات اكل الديابه، فيديوهات بتنزل كل اسبوع، تابع معانا اول باول واكتب لنا في الكومنتات ايه الريفيوهات وايه التحديات والافتكاسات الجديده اللي انت تحب تشوفها في الحلقات الجايه. ما تنساش يا شباب عندنا صفحه الانستجرام اللينك بتاعها هنا والهاشتاج، اهم حاجه الهاشتاج. فعل هاشتاج اكل الديابه، ادي زوبه زقه، اعمل لايك وشير، عاوزين نوصل لاكبر عدد من الناس الاكيله اللي بتحب كل جديد وبتحب الاكل زينا. يا رب تكون الحلقه دي عجبتكم ونشوفكم في حلقه جديده من تحديات اكل الديابه. بيس.